أرسلت قوات التحالف الدولي الثلاثاء قافلة عسكرية إلى قواعدها في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. وقالت مصادر إعلامية إن القافلة تضم أسلحة ومعدات لوجستية مكونة من 50 شاحنة دخلت سوريا عبر معبر الوليد قرب بلدة اليعربية قادمة من العراق. وبحسب الهابور اتجهت القافلة نحو قاعدة قوات التحالف الدولي في مدينة الشداد جنوب الحسكة. وكان التحالف الدولي استخدم تجهيزات عسكرية وشاحنات تحمل مواد لوجستية إضافة لحاملات دبابات وجسور إسمنتية وصهاريج وقود وسيارات إطفاء يوم 5 من حزيران دخلت سوريا عبر معبر الوليد قرب بلدة اليعربية قادمة من العراق، واتجهت نحو قاعدة قوات التحالف الدولي في حقل كونيكو بريف دير الزور. ومنذ بداية العام الحالي دخلت عدة قوافل أمريكية مكونة من عشرات الشاحنات التي تحمل أسلحة وذخائر إلى شمال شرق سوريا قادمة من العراق، وتوزعت على القواعد الأمريكية في المنطقة التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد. هذا ورغم انتشار حالة من التفاؤل في أوساط الشارع السوري في الداخل المحاصر، وسريان شعور عام بالأمل بتغيير قريب وانفراجات ملموسة تمس حياة المواطن السوري الصعبة، وذلك خلال وإثر حدوث نشاطات سياسية بارزة وحراك إقليمي ودولي جديد من نوعه منذ سنوات يتعلق بشكل مباشر بالوضع السوري، والذي تمثل في انفتاح عربي على الدولة السورية أفضى إلى مشاركة الأخيرة في القمة العربية التي عقدت في الرياض الشهر الماضي، وحضور الرئيس بشار الأسد شخصيا اجتماعاتها ولقاءاته مع عدد من الرؤساء والحكام العرب في جو ودي وإيجابي، وزيارات لمسؤولين سوريين بارزين إلى عدد من عواصم المنطقة. وظهرت تصريحات رسمية وتقارير تتحدث عن تقدم حقيقي على مسار التسوية بين أنقرة ودمشق تحت الرعاية الروسية الإيرانية، ثم عن اجتماعات أمريكية سورية مباشرة لأول مرة منذ سنوات في سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم المبادرة الأردنية حول سوريا والتي دعمتها عدة دول عربية على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، وإعلان الأردن عن استعداده لنقل اجتماعات أستانا إلى عاصمته عمان. ترافق كل ذلك مع نشاط دبلوماسي عربي حثيث في العاصمة الأمريكية واشنطن قادت سفراء الدول العربية ذاتها لمحاولة إحداث تغيير في طريقة التعاطي الأمريكية مع الملف السوري يقوم على إقناع واشنطن بعدم جدوى السياسات السابقة مع الدولة السورية، وتدشين مرحلة واقعية ترتكز على سياسة الخطوة مقابل خطوة مع دمشق، وعلى رؤية عربية جديدة ترى تلك العواصم أنها قد تحقق مصالح الجميع في الإقليم عموما وترسي بعض التوازن مع النفوذ الإيراني الروسي في سوريا. على الرغم من كل ذلك فإن أيا من هذا لم ينعكس إيجابا حتى اللحظة على أي جانب من جوانب الوضع في الداخل السوري، بل إن مسار الأمور ميدانيا واقتصاديا ومعيشيا يمضي على نحو معاكس تماما للتعليقات التي عكستها تلك الصور الإيجابية التي أفرزتها النشاطات والحراكات السياسية خلال الأشهر الستة الأخيرة، وتحديدا منذ زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشق، والتي تلتها زيارة للرئيس الأسد إلى الإمارات، وثمة ما يشير بوضوح إلى احتمال اتجاه الأمور نحو تصعيد أكبر خلال الفترة القادمة. ولعل في مراقبة نشاطات الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وأدواتهما في المناطق المحتلة من سوريا والاستعدادات العسكرية السورية والحليفة على امتداد جبهات القتال في ميادين الشرق والشمال ما يؤكد هذا التصور. يتضح جليا يوما بعد يوم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي حل في سوريا، وهي تفعل كل ما في وسعها لإعاقة أي تسوية داخلية أو إقليمية بين دمشق وعواصم المنطقة. فالوثائق الأمريكية المسربة أخيرا تشير بوضوح إلى أن العرب لم يفلحوا في ثني الإدارة الأمريكية عن خططها العدوانية حيال دمشق، وأن واشنطن حرصت على عدم السماح لهم بالذهاب بعيدا في مسألة تطوير علاقاتهم معها نحو ما هو أبعد من الأحاديث والصور والكلام العام والاستهلاكي عن وحدة الأراضي السورية وضرورة تخفيف معاناة الإخوة السوريين
فالمهم هنا بالنسبة إلى واشنطن هو عدم الانفتاح الاقتصادي على سوريا وإبقاء الحصار الذي يخنق المواطن السوري، والذي من المفترض أمريكيا أنه أنجع الوسائل التي ستدفع بدمشق نحو تقديم التنازلات مقابل حياة السوريين وعدم موتهم جوعا. ميدانيا عادت واشنطن مؤخرا إلى نقطة النار الأولى، فإلى جانب استخدامها تعزيزات عسكرية جديدة بينها صواريخ نوعية من طراز هيمارس ومضادات جوية ومنظومات حرب إلكترونية ومدرعات وعربات تحمل أعدادا جديدة من الجنود والتجهيزات اللوجستية، وإعادتها خلق كيانات عسكرية محلية واستحداثها تحت مسميات جديدة تعمدت قوات الجيش الأمريكي مؤخرا وخلال قيام القوات السورية الروسية المشتركة بتنفيذ مناورات عسكرية في ريف حلب الشرقي. إرسال 3 طائرات مسيرة إلى سماء منطقة المناورات قرب مدينة الباب، الأمر الذي دفع القوات الجوية الروسية إلى التحرك فورا وطرد الطائرات الأمريكية بعد إطلاق البالونات الحرارية والعيارات المضيئة في اتجاهها. ولا تكمن خطورة هذه الخطوة في أنها تشكل إعلانا صريحا عن الاستعداد الأمريكي لتقويض اتفاقية منع التصادم المعمول بها منذ العام 2015 بين القوتين الجويتين الروسية والأمريكية في السماء السورية، بل باعتبارها رسالة أمريكية واضحة للروس مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للاصطدام العسكري المباشر لوضع حد للخطط والترتيبات الروسية الجارية في الملف السوري ميدانيا وسياسيا، ولدفع السوريين وحلفائهم إلى التفكير طويلا قبل المضي قدما في مشروعهم الرامي إلى مقاومة الجيش الأمريكي وطرده من الأرض السورية ووقف خططهم الآخذة بالتصاعد في هذا الشأن. لكن واشنطن لم تتوقف عند مرحلة الردع أو الدفاع عن وجودها ومحاولة إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه، بل لديها خطط جديدة للتوسع في الشرق والبادية، ومن تلك الخطط محاولة طرد القوات الشرعية السورية والقوات العسكرية الرديفة العاملة معها من الريف الشمالي الشرقي لمحافظة دير الزور، وربط قاعدة الجيش الأمريكي في التنف بالمناطق التي تسيطر عليها قسد في الشمال الشرقي للبلاد. ولهذا الغرض أمرت قوات الجيش الأمريكي قيادة قسد بالدفع بحشود عسكرية كبيرة من محافظة الحسكة في اتجاه دير الزور، وقد وصلت أرتال قسد بالفعل إلى محيط القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو للغاز، وتمركزت هناك بالإضافة إلى وصول أرتال أخرى إلى مناطق الخط الغربي ودوار المدينة الصناعية ومناطق المعامل والمحلج ومطحنة دير الزور. ووضعت تلك الحشود تحت التصرف المباشر لقيادة قوات الجيش الأمريكي في المنطقة، بالتزامن مع وصول عشرات المركبات والآليات العسكرية الأمريكية إلى الريف الشرقي للمحافظة قادمة من منطقة منبج شمالي الرقة. وقد اتخذت القوات جميعها وضعيات القتال بعد تهيئة الأرض وإزالة الألغام على طول خط المواجهة مع القوات السورية هناك، ما دفع بوزارة الدفاع السورية إلى تعزيز قواتها واستخدام مجموعة عسكرية جديدة من قوات النخبة، واتخاذها وضعية القتال على خطوط التماس مع قوات التحالف في الوقت الذي أعلن فيه محمد القاسم قائد ما يسمى بجيش سوريا الحرة الذي شكلته وترعاه قوات الجيش الأمريكي في بادية التنف عن سعيه لإقامة غرفة عمليات مشتركة مع قسد بتخطيط وأوامر أمريكية للهدف عينه، وهو احتلال المنطقة الواقعة بين التنف ودير الزور وربطها بالحسكة والقامشلي والرقة وريفها لتصبح تحت السيطرة الأمريكية بالكامل.